السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا ومرحب بجميع طلاب سنة تالتة إعدادي. هنحل مع بعض امتحان متوقع على مادة اللغة العربية. الامتحان ده التاني، فيه امتحان نزل أبقى أشوفه. ملحوظة: في بعض الأسئلة في الامتحان ده مش أنا اللي كاتبها بإيدي، فجايز تلاقي أسئلة مشابهة في امتحانات تانية على اليوتيوب أو حتى على الفيسبوك. مش هيفرق مصدر الأسئلة، اللي هيفرق معاك إن الأسئلة مهمة وجايبها هحلها أنا وأنت بإذن الله. علشان وقت الفيديو يلا بينا نخش في الأسئلة ونبدأ الحل على طول. أول ما هتمسك ورقة الأسئلة في الامتحان في المدرسة هتلاقي بيقولك أولا التعبير بيبقى نوعين: التعبير الوظيفي والتعبير الإبداعي. ما تتخضش، التعبير الوظيفي اللي مشهور أو اللي أنت عارفه بكلمة اللافتة أو البرقية. طب احنا عندنا هنا جايب لك إيه؟ بيقولك اكتب لافتة، يبقى هنا جايب لنا لافتة. أنا عايزك أول ما تقرأ كلمة لافتة على طول طلع قلمك ومسطرتك وارسم برواز مستطيل زي اللي قدامك في الشاشة ده. بعد ما ترسم البرواز كمل شوف اللافتة عايزة منك ايه. بيقول لك اكتب لافتة تبين فيها اضرار التدخين. جميل جدا، هو عايزك تتكلم عن اضرار التدخين. من الافضل ان اللافتة تكون جملة واحدة بس، ما تزيدش عن جملة، من الافضل يعني. الجملة دي هنكتبها داخل البرواز اللي رسمناه من شوية. فهنا بيقول لك اكتب عن اضرار التدخين، فاحنا ممكن نقول له التدخين هو الموت البطيء، أو ممكن نقول له التدخين يضر الصحة ويؤدي إلى الوفاة، أو ممكن نقول له التدخين يقتل كل سنة حوالي 8000 إنسان، أو ممكن نكتب له أي جملة تانية بتحث على أضرار أو بتتكلم عن أضرار التدخين. اللافتة ملهاش إجابة معينة، كل الإجابات هتبقى صح طالما في سياق الموضوع اللي هو عايزك تتكلم فيه. بعد كده يلا ننزل تحت شوية وبيقول لك باء التعبير الإبداعي اكتب في واحد من الموضوعين الآتيين. ماشي، هيجيب لك موضوعين وانت اختار منهم واحد وابدأ اتكلم فيه. الموضوع الأول بيقول لك المشروعات الصغيرة تساهم في توفير فرص عمل للشباب وتوظيفهم، وبالتالي تساهم في حل مشكلة البطالة. جميل جدا، الموضوع الأول عايزك تتكلم عن المشروعات الصغيرة. طب انت لو مش عايز تتكلم في الموضوع ده تعال نقرأ الموضوع التاني. بيقول لك السياحة رافد هام من روافد الدخل القومي المصري. جميل جدا، الموضوع التاني عايزك تتكلم عن السياحة. شوف بقى انت هتعرف تتكلم في انه موضوع وابدأ اتكلم فيه. ويلا بينا نخش على باقي الأسئلة في الصفحة اللي بعد كده على طول. وهنا أيها الطالب الجميل وأيتها الطالبة الجميلة بيقول لك القراءة من موضوع فالق الحب والنوى. ماشي، بيقول لك إيه بقى؟ بيقول لك إنك لا تنظر إلى حبة القمح أو نواة التمر فتحسب أنك تنظر إلى قطعتين من الجماد الأصم الأخرس كأنهما حصاتان ألقت بهما الأحداث ثم أهملتهم. كلام زي الفل. يلا بينا نشوف الأسئلة. بيقول لك ألف اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. ماشي، السؤال الأول بيقول لك هات مرادف تحسب. الأول يعني إيه مرادف أصلا؟ مرادف يعني هات الكلمة اللي بتدي نفس المعنى. طب جميل جدا، يلا بقى بيقول لك هات لي إيه مرادف تحسب. هل تعد ولا تظن ولا تعلم ولا ترد؟ طبعا الإجابة هتكون تظن. مرادف تحسب تظن. السؤال رقم 2 بيقول لك مضاد ألقت هنقول له حفظت. واحدة ألقت شيء، لا مضادها بقى احتفظت بشيء، يبقى هنقول له حفظت. يلا بينا نقلب الصفحة ونشوف باقي الأسئلة في الصفحة اللي بعد كده. وهنا يا الطالب الجميل وأيها الطالب الجميلة بيقول لك جيم سبحان الله أخرج من التراب ألوانا بهية وطعوما حلوة دلل على صدق العبارة من نخيل البلح. هنروح على الإجابة حيث تتجلى في كيفية تغذيتها من التربة والمطر لتفجر نخلة تطرح في كل عام عراجين حلوة مثقلة بثمارها حمراء وصفراء. برافو عليك. يلا بينا نقلب الصفحة ونشوف باقي الأسئلة. وهنا أيها الطالب الجميل وأيتها الطالبة الجميلة بيقول لك ها من قصة طموح جارية. واحد، في ضوء فهمك أحداث القصة تخيل الإجابة الصحيحة مما بين القوسين لما يلي. ماشي، السؤال الأول بيقول لك تكونت جمعيتان سريتان لمناهضة الفرنج في نقط. هل تكونوا في القاهرة ودمشق ولا القاهرة وحلب ولا فلسطين وعمان ولا دمشق وحلب؟ طبعا هنقول له تكونوا في القاهرة ودمشق. برافو عليك، هنختار الاختيار الأول. السؤال رقم 2 بيقول لك تقربت شجرة الدر إلى الشعب المصري بنقط. هل بالقوة المفرطة ولا المعاملة الحسنة ولا النسب الشريف ولا الدهاء العظيم؟
طبعا هنقول له تقربت شجرة الدر إلى الشعب المصري بالمعاملة الحسنة، يبقى هنختار الاختيار التاني. بعد كده السؤال اللي بعده بيقول لك 2 علل. أمر الصالح إسماعيل باعتقال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام. ليه؟ اشمعنى؟ بيقول لك هو اعتقل فعلا، ولكن ليه بقى؟ هنروح قايل له الإجابة: لأنه جهر بفتواه على منبر الجامع الأموي بدمشق، وأعلن أن الملك الذي يسمح ببيع السلاح لأعداء الله لا يصلح لولاية أمر المسلمين، وأنه خارج عن دين الله ناشز عن الجماعة، وقطع الدعاء له في خطبة الجمعة. السؤال الثاني فعلل، بيقول لك علل إصرار نجم الدين على أن يحضر المعركة على رأس جيشه. هنروح قايل له الإجابة: ليثير حماسة الجيش للقتال وليشهد النصر العظيم ويكون له شرف قتل لويس وقطع رأسه. السؤال رقم 3 بيقول لك: بما أوصى نجم الدين شجرة الدر قبل وفاته؟ هروح قايل له: أوصاها بعدم الجزع وبالنهوض برسالتها وحماية الوطن. برافو عليك. يلا بينا نقلب الصفحة ونشوف باقي الأسئلة في الصفحة اللي بعد كده ونحلها مع بعض. يلا بينا. وهنا أيها الطالب الجميل وأيتها الطالبة الجميلة بيقول لك أجب عن سؤال واحد من السؤالين الآتيين. ماشي. السؤال الأول من موضوع خلال كريمة، اقرأ ثم أجب. طيب علشان وقت الفيديو وقف أنت واقرأ وتعالى نحل على طول. طيب يلا احنا بقى ننزل على الأسئلة. بيقول لك ألف: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. ماشي. السؤال الأول بيقول لك تطربني مرادفها. بيقول لك مرادف تطربني، احنا طبعا عرفنا يعني ايه مرادف. طب يلا نقرأ الأسئلة الاختيارات. بيقول لك: هل مرادف تطربني تفزعني ولا تسعدني ولا تشغلني؟ طبعا هتكون تسعدني، هنختار اللي في النص. طب السؤال رقم 2 بيقول لك مضاد محمودة. مضاد محمودة هل مذمومة ولا مظلومة ولا مخذولة؟ طبعا هتكون مذمومة الأولى برضو. السؤال رقم 3 بيقول لك مفرد مكارم، هل كارم ولا كرم ولا مكرمة؟ طبعا مفرد مكارم مكرمة. برافو عليك. يلا بينا نقلب الصفحة ونشوف باقي الأسئلة في الصفحة اللي بعد كده مع بعض. يلا بينا. وهنا أيها الطالب الجميل وأيتها الطالبة الجميلة بيقول لك كيف صور الشاعر حبه للصفات الكريمة؟ هنروح على الإجابة: صور الشاعر حبه للصفات الكريمة وفرحته بها بفرحة العائد إلى وطنه بعد غياب والتقى بأحبابه. السؤال رقم د بيقول لك ما حظوظ الناس في الحياة من وجهة نظر الشاعر؟ هنروح قايل له حظوظ الناس من وجهة نظر الشاعر أن من الناس من أعطاه الله مالا، ومنهم من أعطاه علما، ومنهم من أعطاه الله خلقا كريما أو خلقا كريما. السؤال اللي بعده بيقول لك أي التعبيرين أجمل ولماذا؟ هنروح على له الإجابة: طبعا التعبير الأول أجمل. ليه بقى؟ هنقول له لأنه تعبير يصور فيه الشاعر فرحته بالأخلاق وبفرحة العائد بعد الغياب. يلا بينا بقى نقلب الصفحة ونشوف باقي الأسئلة في الصفحة اللي بعد كده. وهنا أيها الطالب الجميل وأيتها الطالبة الجميلة بيقول لك النصوص. ماشي. أجب عن السؤال الآتي من نص سفينة نوح، اقرأ ثم أجب. برضو ماشي. علشان وقت الفيديو اقرأ الآية الكريمة وتعالى نحل الأسئلة على طول. بيقول لك ألف تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يلي. ماشي. السؤال الأول بيقول لك جمع ملأ، هل أملة ولا أملاء ولا أملية؟ جمع ملأ هنروح قايلين له أملاء، هنختار اللي في النص. السؤال رقم 2 بيقول لك مضاد مقيم. مضاد مقيم هنقول له منقطع. برافو عليك، هنختار الأخيرة. بعد كده السؤال باء بيقول لك ماذا أفادت أداة الشرط كلما في قوله تعالى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكلما مر عليه ملأ. صدق الله العظيم. هنروح قايل له الإجابة: أفادت تكرار فعل السخرية واستمراره. برافو عليك، لا بجد برافو. السؤال ج بيقول لك ما سبب سخرية قوم نوح رضي الله عنه منه وهو يصنع الفلك؟ هنروح قايل له الإجابة: سبب السخرية لأنه كان يصنع السفينة في مكان ليست فيه أنهار قريبة أو بحار. السؤال ده بيقول لك ما الجمال في قوله تعالى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فسوف تعلمون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. صدق الله العظيم. هروح قايل له تعبير يدل على شدة العذاب. برافو عليك. السؤال ها بيقول لك
عند بدء الطوفان وارتفاع الأمواج وغرق الأرض نادى نوح ابنه ليركب معه. اكتب من الآيات ما يدل على ذلك المعنى. هنروح على الإجابة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. صدق الله العظيم. عارف ان التجويد عندي مش احسن حاجة، ربنا يسامحني. يلا بينا ننتقل على باقي الاسئلة في الصفحة اللي بعد كده. وهنا ايها الطالب الجميل وايتها الطالبة الجميلة، اخيرا وصلنا للنحو. النحو بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك النجاح كلمة لها معنى محبوب يتمناه جميع الناس، ولا يحققه منهم إلا أهل الطموح الذين يجعلونه هدفا ساميا لهم ويسعون إلى تحقيقه بعقل يقظ وإرادة صلبة لتكون حياتهم أكثر سعادة وجمالا. كلام زي الفل جدا. تعال بقى نشوف الأسئلة. بيقولك ألف اعرب ما تحته خط. ماشي. أول كلمة تحتها خط عندنا هي كلمة معنى. بيقولك النجاح كلمة لها معنى. يبقى معنى هنا مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. برافو عليك. السؤال الكلمة التانية كلمة الطموح. كلمة الطموح هنا هتبقى مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. أما الكلمة اللي بعدها كلمة هدفا. كلمة هدفا تعرب مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الكلمة اللي بعد كده كلمة سعادة تعرب تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ويلا بينا أيها الطالب الجميل ننزل تحت شوية على السؤال باء. بيقول لك استخرج من الفقرة السابقة. ماشي. واحد، استخرج اسم فاعل. اسم فاعل ممكن نجيب له مثلا كلمة ساميا. كلمة ساميا ده كده اسم فاعل. طيب بيقول لك استخرج اسم مفعول. اسم مفعول هنقول له مثلا محبوب. السؤال رقم 3 بيقول لك استخرج صيغة مبالغة. هناخد له يقظ. كلمة يقظ. بعد كده السؤال رقم 4 بيقول لك استخرج اسم تفضيل. عندنا كلمة أكثر سعادة هناخد له أكثر، ده كده اسم تفضيل. يلا بينا ننتقل على باقي الأسئلة. وهنا أيها الطالب الجميل بيقول لك د ضع مكان النقط فيما يلي ما هو مطلوب أمامه بين القوسين. ماشي. السؤال الأول بيقول لك العامل نقط عمله مخلص. بيقول لك ضع اسم فاعل من الفعل أتقن. الإجابة هتكون العامل متقن. طيب جميل جدا. السؤال الثاني بيقول لك العطاء نقط النجاح. بيقول لك ضع اسم آلة من الفعل قاس. طيب ما هنقول له العطاء مقياس النجاح. برافو عليك. وبكده ايها الطالب الجميل يبقى انتهينا من حل جميع الاسئله اللي معانا في الامتحان. وبس كده. انا عبد الغني مكرم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.